حالكم؟ كيف صحتكم؟ جيتكم بأكلة لذيذة مفيدة بحرية خفيفة لشخصين لشخص. الآن عندي الجمبري، شلت السلسلة حق ظهره، غسلته بالليمون. ودائما الجمبري وناس بتغسله بالدقيق، بس لما نظفته بالليمون والسلسلة اللي في ظهره اتشالت، ما شاء الله رائحته زي الفل، ما احتاج لدقيق ولا لتنظيف في شيء تاني. اهو شوفي كيف الجمبري بالليمونة. هعمل حلقات بصل، بجهز لي أكلة رز بالجمبري اسمها. البصل حلقات حلقات، بطاطس حلقات حلقات. هذه مقادير الطبخة لشخصين. وفلفل رومي بسويه طوال طوال، شلت البذور، وبخلي الفلفل الرومي مو حلقات، طوال طوال، لاني هحطه على اجناب القدر كحارس للجمبري. كله اتغسل. شوفي شوية زيت زيتون، انت تبغي زيت اي نوع زيت قلي سوي. حبة طماطم معاها 3 فصوص توم. شوفي نزلت البطاطس ونزلت البصل، كل شيء علشان اللي ياخد سوا اكتر ينزل اول في القدر. جالس بيتدبل كله مع بعض، كله يتدبل مع بعض. بهاراتنا بسيطة، بهاراتنا هي كركم وفلفل أسود وكمون وملح. شوفي نص ملعقة كركم، كل شيء بقدر. الكركم ده احنا نجيبه أخضر، نقشره نطحن ونغسله، وبعد ما نغسله نطحن ونص طحنة، لأنك لو خليتيه بكباره ما حتقدري تطحني بعد كده. وننشف بعدين نفسه زي المتكسر كده ومدشوش، نرجع نطحن. إذا طحنتيه في شمس حارة حيطلع لك هذا اللون الذهبي، إذا كانت منطقتك رطبة حيطلع لك لون برتقالي، دليل على إنه ما جفف. نحط الكركم مع الجمبري مع الفلفل الرومي كلهم، ونخليهم يتدبلوا مع بعض. في البداية البصلة مع البطاطس اتحركت كويس، والكركم والفلفل الأسود. بعدين نزلنا الجمبري والفلفل الرومي. دحينا بعد ما تدبلوا كلهم حطينا الطماطم مع التومات. الله على الرائحة. دحينا حبدأ أحط على الأجناب الفلفل الرومي. خلاص في الوسط البطاطس والجمبري. ما ياخد الجمبري كتير سوا، كل ما زودتي عليه ييبس معاك، لكن كده بسرعة بسرعة ومع زيت الزيتون حتلاقي لين وطعمه طري. هذا الفلفل الأسود، هذه الكمون، رشة كمون على حسب الرغبة، وفلفل أسود، وهذه شوية كزبرة، وهذه ورقة غار. ورقة غار دائما تساعد على الهضم، ما تخلي فيه رايحة. وهذا الملح على حسب الرغبة. شفتيه كله كيف كله تدبل؟ شوفي لونه كيف. دحين حنزل بكاسة موية مغلية واحدة، بس أنا حافظة الغلاية خلاص ربعها هي كاسة. هغطيها شوية تتسبك علشان تاخد الطعم مع بعض، هي والبهارات وورق الغار والبصل والطماطم والفلفل الرومي. هغطيهم شوية. أحس أشوف بطاطسي وأودي على الأجناب الفلفل الرومي. هخليها بس 5 دقايق. بعد ال5 دقايق خلاص لقيته كله متسبك، وشوفوا كيف حسين إنه الفلفل الرومي نازل. هنا بحط أنا
رز حقي كاستين لكل شخص كاسة، كاستين رز. رجعت راح حطيت رشة كركم تانية لتعطي اللون الأصفر، وعليها ححط رشة فلفل أسود ورشة ملح وشوية كمون، وأجيب الموية الحارة غطيتها عشان لا يطلع الجمبري الفوق. وده عندك تقالة، عندك غطا قدر، عندك الصحون اللي ما تنكسر بالحرارة تحط شوفي مقدار صباعين، يعني دحين تقريبا لكل كاسة رز حطيت كاستين موية. بعد 10 دقايق فتحت، بدأ يجفف كده، حرخي النار على آخر شيء، أوطى درجة عندي، وأطل من جنب في موية ولا ما في موية. وبالهناء وبالعافية، رائحته رائعة، شكلا جميل بينشف، لون الذهبي زي لون الشمس. شوفي حشيل الصحن أو الغطايا اللي عندك أو التقالة اللي عندك علشان لا يختلط ويطلع الجمبري الفوق، أشيله عندي وأغرفه بالهناء والعافية. شوف كيف قلبت القدر، طلع الجمبري، الفلفل الرومي، البطاطس كله، والرز الذهبي، وبالهناء والعافية عليكم.